السلام عليكم اخواني اخواتي، مرحبا بكم في فيديو جديد على قناتكم حمي نفسك. في هذه الحلقه هذه بغيت نشارك معكم واحد الدواء اللي هو فعال جدا، اللي كيعالج لنا التهاب اللوزتين او كيف ما كنسميهم حنا بالدارجه المغربيه هما الحلاقم. والاسم ديال هذا الدواء هذا هو اموكسيل 1 غرام، وهذا الدواء هذا كيتعطى الناس البالغين. اما بالنسبه للدراري الصغار فراه كاين اموكسيل 500 ملغ، وهو عباره على سيرو. كما غادي تلاحظوا هنا ان هذه العلبه ديال الاموكسيل كتحتوي لنا على 12 القرص قابله للذوبان. وكاين طريقتين باش اننا نشربوا الدواء هذا، وهو عن طريق اننا نقوموا بالبلع ديالها مع كاس من الماء، او اننا ناخذ قرص ندوبوه في كاس ديال الماء. ولكن انا بالنسبه لي يستحسن انك تقوم بالبلع، لانه الا قمتي بالذوبان ديالو في كاس الماء يمكن انك اذا شميتي ديك الريحه مجهده ديالو ما تقدرش تكمل الكاس. اما بالنسبه ثمن هذا الدواء هذا فهو 55 درهم. ونشيروا واحد النقطه مهمه، وهي انك اذا قمتي بشرب قرص من اموكسيد خاصك تنتظر 4 السوايع عاد تشرب القرص الموالي، لانه اذا قمتي بشرب 2 اقراص من اموكسيد يقدر يسبب لك بعض الاعراض الجانبيه اللي من بينها الاسهال. هما الاقراص يعني الحجم ديالهم شويه كبير، ولكن راه سهل في البلع. انا كنفضل انك تقوم بالبلع ديال هذا القرص هذا على انك تقوم بعمليه ديال الذوبان في الكاس. يعني كاينين 2، هذه فيها 6 الاقراص وهذه اللي فيها 6 الاقراص، اللي المجموع ديالهم 12 القرص. وانا ما كنتكلمش من فراغ. في حاله ما كنتصاب بالحلاقم اول حاجه كندير وهي كنشري هذه العلبه ديال الاموكسيل من الفرماسيين. ونشير واحد النقطه مهمه كذلك، وهو ان هذا الاموكسيل كيتشرب بعد الاكل، ما تشربوش قبل الاكل، لانه غادي يقدر يضرك في المعده. ويستحسن انك تشرب 2 اقراص في النهار، وحده في الصباح وحده في الليل. ونشير لاخر نقطه، انه يمنع منعا كليا ان اي امراه حامله او انها كترضع الطفل ديالها انها تشرب هذا الدواء بدون استشاره طبيه. هذا ما كان يا اصدقائي. كنتمنى هذه الحلقه تكون نالت الاعجاب ديالكم. ما تنساونيش بالدعم ديالكم بانكم تشتركوا في القناه وتعملوا لايك، وشكرا.